السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. ليه بتشتريه من بره لما ممكن تعمليه في البيت أحسن من الجاهز بكتير؟ شايفين العيش بيتفتح معايا ازاي بكل سهولة؟ هنعمله في البيت وهيطلع معاكي ناجح من أول مرة، ريحة وطعم ولون يجنن. بس يا حبايبي، اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. وصلوا لي الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وشكرا على اللي حاطين لي لايك واشترك لي في القناة. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف أحلى وأجمل عيش عملناه ازاي. حاجة معايا 4 أكواب من الدقيق، معلقة من السكر، معلقة من الخميرة، ونص معلقة من الملح. المكونات الجافة بتاعتنا كلها هنقلبها مع بعض. كل المكونات موجودة ومتاحة في أي بيت. هاتي الدقيق ويلا نعمل أجمل وأحلى عيش هيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله جميل جدا. بعد ما حطينا المكونات الجافة هنبدأ بقى مية فترة من الحنفية عادية خالص، وهنبدأ نعجن العيش بتاعنا ولحد الدقيق بتاعي كده ما يتلم. هنبدأ نحط المية بالتدريج معايا لحد الدقيق بتاعي ما يختفي تماما لمدة كده لا تقل عن 10 دقايق. كل ما تعجني المخبوزات بطريقة صح خدت حقها هيطلع معاكي ناجح من أول مرة. هنفضل بقى نعجن كده لحد ما يدينا الملمس الجميل ده بتاع العيش. شايفين؟ ولا هو بيلزق ولا ايه يابس، هيطلع معاكي بالشكل ده. هنسيبها بقى تختمر لحد حوالي كده نص ساعة. وبعد نص ساعة لما يختمر العيش بتاعنا هنجيب رخامة او مفرش سيليكون، هنحط حبة من الدقيق وهنبدأ نقطع العيش بتاعنا. الحجم بقى اللي انت عايزاه، اي حجم انت حابة العيش فيه اعمليه. انا عملته كده حوالي كده حجم البرتقانية، وهيدينا عدد العيش حسب التقطيع اللي احنا قطعناه. عايزاها حجم كبير، عايزاها حجم صغير، براحتك خالص. وهنبدأ نقطع كله كده، وبعد ما نقطعه هنبدأ نغطيه بأي كيس عشان ما يعملش قشرة وينشف معانا العيش بتاعنا. هنجيب أول واحدة بقى اختمرت معايا، وهنبدأ بإيدينا أو بالنشابة وهنفرد العيش بتاعنا. أنا عايزة حجم العيش بتاعي حوالي نص سنتي بالشكل ده. نعمل واحدة كمان. هنجيب حبة من الدقيق نحطها تحت العيش بتاعنا، ونبدأ بإيدينا كده أو بالنشابة على طول. هيتفرد معاكي بكل سهولة. ليه؟ لأن العجينة اختمرت وعجنينها كويس جدا. عايزة تعمليها أصغر من كده أكبر من كده براحتك خالص وحسب اختيارك. عندك العيش ده ممكن نعمل بيه نعمله شندوتشات للكفتة، للطعمية، جبنة بطماطم، هيطلع معاكي تحفة. وهنبدأ نعمل لكم واحدة كمان. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة. واهم حاجة ان احنا نغطي العيش علشان ما يعملش طبقة ناشفة من فوق ويتكون لنا قشرة. وبعد ما هنفرد كل الكمية يلا نقول طريقة التسوية. هنجيب طاسة على النار هنسخنها كويس جدا، وبعدين نعمل النار متوسطة. دقيقة على الناحية دي ودقيقة على الناحية دي، وبعد كده هيبدأ يرتفع معاكي بالطريقة دي. والعيش عملته كله وارتفع معايا بالشكل ده. شايفين طريقة التسوية؟ مش هتاخد معانا وقت خالص. هنعد لحد 3، وبعد ما نعد لحد 3 هنقلب على الناحية التانية، وهنفضل نقلب على الناحية اليمين والناحية الشمال لحد ما نبص هنلقاه يرتفع معاكي العيش بالمنظر ده. ولا احلى ولا اجمل من كده. شايفين بيرتفع معايا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. احلى واجمل عيش هتعمليه بايديكي الجميله. وخلاص طريقة التسوية سهلة جدا. وبعد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده نغطيه بقى وبالهنا والشفا. ممكن تفرزيه كمان في التلاجة. وخلاص كده هنبدأ نعمل العيش كله وهيطلع معانا بالشكل ده.
ايه رأيكم في الوصفة دي؟ بسم الله ما شاء الله، عطانا كمية كويسة جدا، وريحة العيش وطعم العيش تحفة من غير اضافات كتير. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني باللايكات، واسيبكم في رعاية الله وامنه.